السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي تلفزيون التركمان في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي مع المعتقلين. وضيفنا لهذا اليوم معتقل سابق في السجون اللبنانية. أهلا وسهلا فيك، بتعرفنا حالك؟ محمد حسن عدلي. أهلا وسهلا فيك. أولا بنحب نقول لك الحمد لله على السلامة. طبعا خبرنا أنه أنت من فترة قريبة طلعت من سجن رومي. الحمد لله على السلامة. أولا الله يسلمك. الحمد لله على السلامة، ألف سلامة إن شاء الله علي وعلى كل معتقل إن شاء الله. آمين. بدك تحكي لنا محمد عن ظروف اعتقالك، كيف تمت عملية اعتقالك، وين بأي منطقة بلبنان؟ كنت بارسال مخيم الوفاء العماني. نعم. دق الباب علي، فات المخابرات علي، دق قال بدنا أبو شأس. قلت له دق لعيط له أنا. فتت أنا لعيط له، قام اجى قال له هذا رئيس المخيم، قال له هذا اللي بدك إياه أنت. هلا بيهرب. جابوني على الخيمة أنا، رئيس المخيم. ايه، وصاروا يقتلوني يعذبوني يعني بقوي. انا لابس قميص شيال يعني، دميت قدام اولادي يصرخوا حواليه انه شيلوه من حوالينا، شيلوه يا خنازير، ما في حدا. والله قتلوني مشوار قوي بالخيمة قدام اولادي. رئيس المخيم كان سوري او لبناني؟ كان سوري من القلمون. ايه والله، واخذوني حطوني بالسيارة واخذوني على راس بعلبك. محمد، انت كان لك اي نشاط ثوري او سياسي لا او لا اي شيء حتى تم اعتقالك؟ لا الحمد لله، لا، بس انه واحد حاط اسمي بس. ايوه، يعني انت اجوا عليك نتيجة وشاية، حدا اوشى فيك. نعم. عارف كيف؟ نعم. وهالشيء كان يعني كاذب، وشاية كاذبة. يعني هي تقريبا بدك تقول مشي 10 سنين. نعم. يمكن ب 2015 انحط اسمي. ايوه. ويجي داهموا المخيم انا اهرب. نعم. ووقت اللي صار سفر على ادلب، ما رضى الحج انه يروح، قال لي يا ابوي ضل عند اولادك وبس، لا تقرب على حواج. ما قرب انا على مطرح، خلص ضليت بالخيمه. ما اطلع ولا اشتغل شيء. لي يصير لي شغل برسال اشتغله. لا، يوم اللي اجى مداهمه اخذوا واحد اسمه احمد سليمان عن المخيم، ونزلوا لعندي اخذوني. نعم. اخذوني على راس بعلبك، ما حكونا، وعلى ابلح. طلعنا 10 ايام هنيك تعذبنا شوي. انت اولا ببدايه وين، على اي فرق اخذوك؟ على راس بعلبك. على راس بعلبك. ضلينا النهار واحد. نعم. ومن ساعتها رحنا على ابلح. بابلح كل ساعه بيطلعوك بعذبوك وبرجعوك. في تعذيب بابلح؟ ايه، انه انت طلعت مع المجموعه فلاني، انت اللي خطفت العسكر فلاني، انت اللي اخذت سلاح فلاني. اتهامات باطله. ايه، في عليك صور، تقول لهم ما علي صور، بيقوموا بيضربك بهينك اهانات، ويعني ولا توصف. شو وسائل التعذيب كانت بابلح؟ اكثر شيء يعني انه بكلبجوك، بيعلقوك بشيء عالي، بشيلوا شيء من تحتك، هي بيصفوا لك دمك يعني، وبيضربوك كبل مي هذا اخضر. هي اكثر شيء. بكلبجوك لورا، بيضربوك 3-4 ما بتعرف مين عم يضربك. هي يعني تعذيب قوي. بيجتمعوا اكثر من شخص على تعذيب؟ شيء 4، واهانات يعني، بدعوسوا على الواحد. بنيموه على بطنه، بحطوا ايديه لورا، وعذاب قوي والله. قديش تميت بابلح؟ 10 ايام. 10 ايام. 10 ايام، بعدين اخذونا بسياره على اساس على روما. يعني بابلح تحقيق مع تعذيب؟ مع تعذيب. نعم. شو التهمه الموجهه؟ تهمه انه نحن مشاركين بمعركه ارسال. انت شاركت بمعركه ارسال؟ لا ما شاركت ابدا. ما شاركت نهائيا. كيف لكن التهمه كانت؟ خلاص، اللي بعت التقرير انه محمد حسن عدلي مشارك بمعركه ارسال ومنتمي لداعش. نعم. ايه، ما له اي اثبات على الحكي. عاد اخذونا على الوزاره. بعد ما اخذونا على الوزاره، هنيك الوزاره شيء ثاني يعني. على وزاره الدفاع؟ على وزاره الدفاع. فوق اول شيء 12 ساعه واقف، ايديك لورا واقف، متى من نخيت بيضربوك على جريك، على ذكرك، وين كان يعني بيضربوك بالنبريج. وبلشوا عاد عذاب، كل نهار بياخذوك على غرفه شكل. انه التعذيب مع تحقيق ولا بس هيك؟ لا، اول شيء تعذيب نفسي، هيك بدون تحقيق. اول نهار تعذيب نفسي. أيوة. وبعدين عاد بلشوا بفرجوك. عاد كان لي صهري اسمه محمود الزهوري، ياخذونا على الوزاره. نعم. يجوك كل شوي انه بدنا نسافرك على سوريا، يهددوك انه نسافرك على سوريا، يلا نسلمك لبشار.
يعذبوك تحت، ينزلون على الكهرباء، بيحطوا لك مثل قوس هيك براسك، بلشوا يشغلوا الكهرباء براسك. ايه حتى احد اصدقائي يعني فقد نظره، يعني فقد بصره. ايه فقد عين، يعني ما بيشوف من دون نظارات نهائيا، يعني عين راح فيها بدك تقول نسبي، وعين الاخرى نسبي الاخرى. ايه قال هون قتلنا صهرك نحن. شلون قتلتوه ومدري شو، عم تسال انت بدك حقق معنا. ايه والله عذبوني عذاب والله قوي الله. بالاخير فوتوك على غرفه متر بمتر، بحطوك شي 5، بحطوا 5 فيها. وصهرك حقيقة مات عندهم؟ ايه هو كان رايح يعمل عمليه قلب مفتوح بجيب جنين. عملها، وبعد ما عمل العمليه نجحت، عم وصل تقرير لهنيك انه هو داعشه. راحوا اخذوه من هنيك من المشفى. ضل معنا 4 ايام وتوفى. يعني هو كان عامل العملية وبعده قبل ما يطيب؟ نعم، عم اجوا اخذوه صار عذبوه. كان اول نهار بيطلع من العمليه. وقاضى تحت التعذيب؟ ايه توفى تحت التعذيب. نعم. ايه والله ضلينا عاد يعني انه شو، انه انا لا تفكر انه انا رح ارضى بتحقيق ابلح. ما برضى بتحقيق ابلح. نحن هون وزاره الدفاع، وزاره الدفاع غير، ممنوع اتصال، ممنوع اي شيء. ايه قد ما ضربوني على راسي انا ما عاد ما بعرف اهلي نهائيا. التعذيب بوزاره الدفاع اقسى، كان اقسى من ابلح. ايه اقسى كثير. انه هنيك كلهم اجسام قويه، يعني يضربك البوكس بخلي الدم يطلع من جسمك. وتعذيب نفسي وجسدي. ايه اكل ما في اكل، بيعطوك رغيف بالنهار. رغيف شو من كان مجدره، شو من كان بيلف لك رغيف وخذ كول بس. ما في اتصال. والاكثر من هيك مثلا حطوك بهالغرفه، حطوك قتلوك بس ضغط، بيشيلوك على بطانيه مثلا، بزتوك جوا ب5 بالغرفه، متر بمتر. هي بدك تنام فيها وتقعد فيها وكل شيء، بس بدك تطلع على الحمام بيهينوك اهانات لا توصف. يا داعشه ومدري شو، بيحلقوا لك على السفر، بيحلقوا لك دقنك بكل شيء. بس كل ما تطلع على الحمام تسترجي تشرب مي مشان ما تطلع على الحمام، بس مشان ما تنهان هالاهانه. واكثر شيء بيحطوا واحد يعذبوه برا مشان انت تضل تتاثر بالتعذيب، انه شلون عم يعذبوا فيه هيك، شلون ايه بيطلعوا واحد من الغرفه يعذبوه، بيجيبوا غميان، انت بتطبب فيه. ومعلش بدك تصبر ونصبر. نحن نقول يا رب على 5 سنين بس نطلع من الفرع. وطلعنا من الفرع الحمد لله. ايش قد تميت بوزاره الدفاع؟ تميت 16 يوم. 17 يوم اتصلت على اهلي، خلوني اتصل، بس بتقول انه انت بوزاره الدفاع وبس. بس بتخبرهم هيك بس. اخذوني على الريحانيه. بالريحانيه ضلينا قاعدين للساعه 2. الساعه 2 طلع واحد معه كورونا. قاموا رجعونا الحمد لله. قد ما قالوا لنا الريحانيه صار معاملتها كمال، رجعونا على وزاره الدفاع. ضلينا نهار، وبعدين اخذونا على الرمله البيضاء. بالرمله البيضاء اريح شوي، ما في عذاب نهائيا. ضلينا 25 يوم. انت بالفتره هي ما كان يحققوا معك، ما تنعرض على القاضي؟ لا ما في قاضي. لا ما في، ممنوع قاضي. لا ما بيخلوك تروح على القاضي مشان ما يبين اثر تعذيب على جسمك نهائيا. نعم. انه ساعه تروح على القاضي بيطلب طبيب شرعي. ايوه. إيه انا كانت البوارير اللي ضربوني فيها معلمه على ظهري وعلى راسي. يعني انا كنت بدك تقول قربت افقد الذاكره. يعني صاروا يعطوني دواء اعصاب كثير مشان بس انا انه على حالي، بس اعرف اهلي ما اعرف اهلي. بعد ما رحت على الرمل البيضاء 25 يوم اخذوني على بعبده. ضليت 25 يوم بعبده. اول ما فتت قام قال لي عسكري، قال لي ما بتقول انت ارهاب، بتقول انت مخدرات. والله اول نهار ما حكيت انا. ثاني نهار قاموا خبروا اني ارهاب وهجموا علي. صاروا يضربوني بالبندوره وبالتفاح العاطل. اجوا جماعه من طرابلس حموني وفوتوني على غرفتهم، قالوا هذا عنا ما حد بيقرب عليه. صارت الساعه بدي اطلع نحكي مع اهلي ما بيطلعوهن لهم، بسكروا الباب عليهم ونحن بنضل لحالنا. ضليت تقريبا 4 اشهر ونص. بعد ما خلص 4 اشهر ونص قال اجت سفيرك على رومي. رحنا على الجيم. بالجيم معامله منيحه الحمد لله، انه في دواء، بس انه بدي انا دواء مسكن وهيك. والله انا يعني انا مخلوع وركه. والله صاروا يعطونا فينا شوي. اخذونا على خلع قديم. نعم. اخذوني على رومي على الدال. بالدال بناكلوا انه بالاكل والشرب، يعني مبنى كله مبنى شيعة. التقسيمات بسجن رومي انه جيم ودال وكذا. نعم. تقسيمات على اي اساس؟ يعني الدال مثلا تعذيب اكبر، انه شو اسمه، يعني انه عقوبي. هذا اللي بدهم يعاقبوه بياخذوه على الدال. ايوه. ايه يعني الدال تأديبي بيقولوا له.
تأديب. مبنى تأديبي، ايه مبنى البي، مبنى اسلامي. والله رحنا عاد انتقلنا، ضلينا بدك تقول اول شيء عانيت يعني شي 5 اشهر، يعني بدهم يبيعوك مطرح الفرشه، بدهم يبيعوك اياها، بيبيعوك اياها اليوم مثلا بمليون، ليش خلص هي لك، بيجي اغنى منك برد بقشطوك اياها وبيقلعوك. البرتقاني ما بشوفها هنيك، ما بشوف اي شيء من الاكل نهائيا، يعني بيعطوك خبزه وخلاص، كول خبزه وشويه لبن، بيلحسوا لك على ملحسه لبن ولا شيء، بيبيعوك اياها بيع كلها. بسجن رومي. ايه بسجن رومي، هاي بالدال. بالدار. او بدك تشتغل. صرت اتعلم الخرز، انا تعلمت الخرز، صرت اشتغل بدي اصرف على حالي. صار شو ممنوع تصرف على حالك، شو تصرف على حالك انت، بدك الزنقل هون تبعت لاهلك ممنوع. صاروا يجيبوا لي الخرز هني، انا بشتغل بس بيعطوني اكلي، بشتغل طول الليل. فصار معي ديسك، صار معي ديسك بظهري، هون صرت عاني. بدي اطلع انا من المبنى، صاروا بدك تجيب اهلك يزوروا ومدري شو، صاروا يعذبوني يعني عذاب قوي. قلت لهم ما بزور، ما زرت اهلي نهائيا ولا شفت اولادي نهائيا. اتصالات على الكارت، طلع كارتي من ورا الشغل، اشتغل زبالي ما اشتغل قش، لا بدي اعيش. والله بعد شي 3 سنين تقريبا، 3 سنين على البنز، قال نازل انا على الباحه. هاي 3 سنين قضيتها كلها بالدال 3 سنين الا 5 اشهر تقريبا، 2 ونص. قال في شيخ تتصل فيه وبنقول لك هلا هون كان في لي من الضيعه 2 من الضيعه يتصلوا عمي انه نحن حننقل ابنك على البيت. يعني من 3 سنين هن كل جمعه يقولوا انا رح ننقل ابنك على المبنى الاسلامي. المبنى الاسلامي يعني راحه، انه انا ارهاب، غير انه عند الشعب ما بيحب الارهاب. والله كل جمعه ضب اغراضي انا ومدري شو، لا صار يعني هذا الاستلم جديد، يعني صار يقاسي علينا كثير، يعني يضرب العالم، المبنى الارهاب يعذبون. اليوم اللي استلم المبنى هذا، اللي استلم الدال شو اسمه كان؟ ابو سعيد اصلي، خالد الاصلي من طرابلس هو. والله ليوم قلت له امي هذا رقم هالشيخ جاسم سعد الدين، دقي له يا امي مشان الله، قولي له هيك وضع ابني، ووضعه يعني مأساوي. دقت له والله وكان النية الحمد لله. بنفس الجمعة انتقلت، لقيت يعني ترحيب غير، اخوة ما بتحس انه شيء، يعني ما بتحس لا بجوع ولا بشيء نهائيا. يعني الاكل اكل والشرب شرب، شو ما في شيء نهائيا. تغير الاكل تغير كل شيء علينا، يعني كل شيء تغير. يعني صرت شوف اولادي، انا ماني شايف اولادي الى 3 سنين. صار يزوروك لا ما شفتهم على التليفون. لا على التليفون ما شفتهم نهائيا، ما زرت ولا زياره الحمد لله. ايه والله وقضيت محكومتي، صرت اشتغل، يعني اشتغل مشان اصرف على حالي. يعني هيك في مصروف، بدك تصرف، بدك تاكل، بدك تشرب، بدك تدفع ايجار هاتف. صرت اشتغل لمده شي سنه يعني شي 16 شهر تقريبا. انضربت كليتي من المي. الكلية؟ ايه انضربت كليتي، التهبت كليتي على الاخير وانضرب كبدي. هون صرت عاني كثير، يعني بدك تقول مشي 8 اشهر انا ازحف. احكي لنا شوي عن الطب بالمشفى. طب ما منيح نهائيا والله. والله معدوم والله. يعني رفيقي بدك تقول اجته الجلطه هون، ما لحق يوصل على الباب التحتاني الى ميت. هون صارت انتفاضه، يعني انه شلون بدنا، اضربنا احنا بسببه، يعني اضربنا 11 يوم. انا التهبت كليتي، والمي وسخه كثير، يعني بتشرب مي انت مي فيها دود، ما تشرب مي صحه ما فيك، يعني حق بلا، وحق الصندوق 200,000 ما بيديك نهارين. ايه والله عانيت انا كثير، يعني 6 اشهر بدك تقول عانيت من الدواء كثير. يعني بتجي لجنات ما عرضوك على الطبيب؟ تجيك لجنات انه نحن مسجل لك، ياخذوك على الطبيب، ياخذوك بصوروك، بدك تجيب دواء بدك تجيبه على حسابك. زف الدواء اقل زف الدواء حقه 500,000، شو بدك تجيب دواء؟ اذا فرجيك شنطه الدواء هون معي يمكن حقها 20 مليون. هون باخذ انا دواء للكبد، دواء التهاب مجاري بوليه، ودواء للكليه لحد الان ودواء للدسك. مشد ما جابوا لي، جابوا لي، يعني انا قضيت 6 اشهر بدك تقول عم زحف، ما اقدر امشي، ما بقوم من الفرش نهائيا، بس بقوم بقضي حاجتي وبس. عانيت كثير والله من المرض. يعني وشو الامل، عايشين على الامل انه بكره ما نطلع ساعه تحررت سوريا انه طلعنا. نعم. يعني العالم هاصت ولاصت انه خلص طلعنا اذا الله يسر، وما الله كتب نصيب. كيف كان وقع الخبر عليكم؟ شو وقع الخبر؟ قامت الدنيا يعني وزعوا حلو بكل المبنى انه خلص باذن الله انه السيد احمد شرف بده يطلعنا. وصارت الظروف، يعني هي لبنان اللي عم ترفض، يعني لحد الان كل هالظروف ولبنان اللي عم ترفض، يعني عم عذبوا عذاب ما هو بالعال. يعني بيجي اللجنه بدها تشوفنا، ايه بتشوفوها من برا، بيصرفوها مش ما تشوفنا احنا نستفيد منهم. يعني على زمن الطاغي كان يهددوكم انه يسلمونا، وهلا ممنوع يسلمونا. بعدين بطلوا يهددوكم. نعم هلا بطلوا يسلمونا نهائيا. نعم. ايه والله.
في حدا من افراد اسرتك غيرك كمان تعرض للاعتقال هناك بلبنان؟ لا الحمد لله ما في حدا. لا. طيب شو شعور المعتقل خلف القضبان؟ ميت يعني ساعات بيطلع يعني بتطلع هيك فيه بيحاط، بتطلع انت من الشباك هيك بتطلع انه يا الله انا شلون بتفتح علي هالكان باب، يا ريت انت تخلص من الكان باب، ما بتخلص من الكان باب، برموك على الفروع كلها. يعني انت رايح على فرع، انت طلعت من السجن بتجيك فرع المعلومات بحقق معك، يا الله ما يطلع شيء علي، بتخلص من المعلومات تيجي على الشرطه على الريحانيه بياخذوك على الفرع اللي كنت مطلوب عليه، بتقضي نهار 3 حسب ما هن انت طالع. ايه انت طالع حسب انه يفرجوا عليك كل فروعه. بعد ما بيخلصوا بياخذوك على المعلومات تبعت الامن العام. كمان هون بيخلوك نهار بياخذوا هاتفك، يا رب ما يرجعوا الهاتف ويشوفوا شو فيه. هون بتتعذب ياخذوك على الامن العام. الامن العام معامله يعني بتقرف حش سامين، بتقرف. هيك اللي بيعطوك الصبح رغيف والمساء رغيف والعصر رغيف هيك بس. شو بدي يعطوك شويه لبنه او مجدره او هيك نفس الشيء. الاعداد كبيره بسجن رومي؟ ايه يعني بدك تقول كل مبنى فيه 1000 وشوي. يعني في اكتظاظ؟ ايه كتير كتير يعني كل المباني يعني عم تقول العالم ما عم تقدر تنام. الاكل كان يكفي او تشتروا كنتوا على حساب؟ ما في اكل، ما بفوتوا لنا اكل هني، كلها عم تشتري على حسابها. على حسابكم؟ ايه كلها الاكل وسخ. يعني بتفوتوا الاكل انت ما بتفرحوا بفوتوك تلاقي جرادين بقلبه تاكل هاي الاكل ما بتقدر تاكله. يعني بفوتوك البطاطا مسلوقه كلها معصره، شو بدك تاكلها؟ منين بتشتري؟ في ندوه في معتمد بفوت لك خضره، بفوت لك كل شيء على حسابك. نعم كل هذا على حسابك تفوته. يعني ما فيك تشرب ولا كله بده على حسابك، ممنوع شيء. يعني هن كانوا يستقصدوا انه يفوتوا الاكل يعني بس تستفيد منه الخبز ملوث لحتى انه انت تضطر تشتري. ايه ما فيك انت يعني انت بتشوف انه هالرز معجق شو بدك تاكله؟ ما فيك تاكله. بفوتوا لك مثلا مرقه فاصوليه ريحتها ما بتقدر توصل عليها قد ما وسخه ريحتها. يعني هن شو عاملينها بلحمه شو ما بتعرف قد ما ريحتها قويه. الطباخين ما كانوا من ضمن السجناء نفسهم ولا لا؟ ما بنعرف احنا عنه شيء. ما بتعرفوا؟ ايه لانه مبنى اسمه مبنى المحكومين، ما بنعرف عنه شيء. محمد، شو أسوأ موقف تعرضت له بالحبس ويعني وضل بذاكرتك لحد الآن وما نسيته؟ يوم اللي اخذوني قدام اولادي وقت اجوا اعتقلوك بالبيت. ايه. وتعرضت للضرب قدام؟ ايه. كان ابني صغير عمره 2 وما بيقدر يمشي، كان هيك معه مرض. هو لا هو معه مرض الحمد لله. يركض هيك حدهم يقول لهم ابويا وانا واقع مسدس تبع المحقق قدام. يعني في يشيلوا اوسوا بس اوسوني قدام اولادي. ايه هون انا تعذبت كثير. يعني هلا لحد الان انا لو انا قاعد مع عيلتي بتخيل نفس الموقف لهلا. تتذكر الموقف؟ اللي هلا ما بنساه هذا الموقف، ما بنساه. محمد، شو أكثر شيء بيعاني منه المعتقلين بسجن رومي؟ قلة تدبير كتير. عايشين على كل ما صار شغلة بتأملوا انه بكره بدنا يطلعوا. نعم. ايه وشو غيروا هالقاضي. يعني قاضي قبل كان اسمه بيت شحادي الخنزير 47 مؤبد حاكم. نعم. شو بدك اعلى من هيك انت؟ يعني انا لما انحكم 7 سنين صاروا يقولوا للعالم انه وزع حلو، انت معركة عرسان منيح قضت انه ب7 سنين. ايه والحمد لله. قلت الحمد لله شو بدي اسوي؟ يعني لما رحت انا مبنى البيت اطلع عم يلعبوا طابه، ما بتخيلوا انه هدول مساجين. قلت له شو عم تلعبوا طابه انتم؟ قال من المضي شو بدنا نسوي؟ بنعيش حياتنا نحن، نعيش حياتنا، لازم نعيش عليهم، عايشين على امل نحن انه امل بكره يصير شيء بنطلع. يعني هلا اذا السيد احمد شرع طلعهم بجوز، يعني هي عم نجد السيد احمد شرع طلعت السوريين طلعنا نحن اولادك مثلهم. يعني كلنا متاملين انه بتطليعه المعتقلين انه يطلعوا لبنانيين معنا. عم تعذب كثير العالم. يعني التنبيش، يعني ليش ما ناخذ عيالتي زياره؟ تنبيش وسخ، كانوا ينبشوا العيله وسخ. يعني بيهينوها اهانه. يعني ما بتفوت من مبنى الرومي لجوا الا 20 حجز لتقطع عليهم، بدها ساعتين. ما فعل زور نهائيا. يعني علما ابني مريض ما فعل زور. يعني في وضع ما ظابط نهائيا جوا. في فرق بالتعذيب بالنسبه بين السوري واللبناني؟ انه مثلا اللبناني مثلا يعذبوه اقل، لا السوري اكثر؟ ما بيسترجوا يعذبوا اللبناني، ما بيعذبوا. اللبناني بيرد بوجههم ما بيسترجوا يحكوه. ما بسترجي اقرب لجيب محامي. انا اذا بقول بدي محامي بكسروني.
يعني انا فت على قاضي التحقيق او اول جلسه بفوت لعنده، اسمه بالصوان هو. فت لعنده محمد عدلي، وقفت قال لا تشبير. قلت له ما مشبر، اسمها حركه احترامي سيدي عم اقول لك. قال انت ادعت عليك نيابي بسرق معداتهم العسكريه، بقتل العسكري فلان الفلاني، بانتمائك لداعش. ايه وقع هون بس، ما حكينا ولا كلمه. يا سيدي قال لي سيدك خرن الى من هون يلا، وطلعني هيك فورا يعني لكل العالم. هلا حاطينه قاضي تمييز، ما حدا عم يسجل ينزل عنده جلسه نهائيا، عم يثبت الاحكام. يعني المؤبد عم تنزل ل7 سنين او 15 سنه، يعني عم يصير لها رقم، هذا عم يثبت فورا. بالنسبة لدفعة السجناء اللي تم تحريرهم وانتقلوا على سوريا، أنت كنت ما زلت نعم أنا اسمي من الشباب يعني اللي بدها تنزل. أنا بصمت إنه بدي أطلع مع المعتقلين من ضمن ال 300 نعم من ضمن 350 هني، من ضمنهم بصمت إنه بدي أطلع معهم. بس ساعة خلص حكمي ما بخلوني على مسؤوليتهم هني. أنا طلعت بعد 10 أيام ونحن بالأمن العام عم جانا خبر إنه طلعوا 167 هيك شيء واحد، وعم يقولوا الحمد لله انه ارتاحوا، انه شو انه نحن بريحه سوريا. يعني اهلي بيجوا بزوروني ما بيهونيهم، ما بدنا اكثر من هيك نحن، بس انه نحن بريحه سوريا ما بدنا اكثر. لا زالوا لحد الان بالسجون سوريا؟ نعم هي الاتفاقيه انه يجوا الكل بعدين بيطلعوهم. نعم يعني على اساس هاي الجمعه اذا الله يسر انه بتيجي الدفعه حتى يكتمل نعم. العدد كله. نعم حتى تكتمل. يعني انت طلعت قبل ما يطلعوا ب10 ايام؟ نعم. بس كنت لا زلت بعدك بالامن العام، وين كنت؟ نعم ضليت بالامن العام 20 يوم 20 يوم بعد ما طلعت من رومي. نعم. بهالفتره هن كانوا طالعين وصايرين بسوريا؟ نعم كانوا لنا 10 ايام. يعني حتى الامن العام معاملته لا توصف، والله لا توصف. يعني كل اهانات بتطلع التحقيق كلبجات مثل الاول واصعب. وانت طالع كل اصعب من انت فايت. اصعب؟ ايه اصعب. يعني معاملتهم يلا ولا ويلا وبالنهر كله وحكي مو منيح. بعد التحرير محمد تغيرت طريقه التعامل مع السجناء شيء، مع السجناء السوريين؟ بغير مبنى الاسلامي منيحه هيدي، ما في. هو المبنى الاسلامي انه خلص هن مسيطرين، ما فوت الجيش على جوا. نعم ما فوت الجيش لهون جوا، ما له كلمه نهائيا. يعني هذا اللي منيح فيه بس. يعني التعذيب ما في بهاي الفتره؟ لا لا ما في الحمد لله، ما في تعذيب. لا بس انه الاكل سيء. ايه الاكل ما سيء. في طبابي. ايه طبابي سيئه كثير. محمد شو شعورك لما سمعت بنبأ الافراج عنك؟ انا ما صدقت. كيف تم اخبارك وكيف كان؟ انا بعرف امتى بخلص حكمي. يعني ايوه انت بعرف امتى بخلص حكمي، بس ما بخبر اهلي انه ما بعرف شو بده يصير بعدين. ما بده يصير بالفروع ما بنعرف انه بوصل لعند اهلي انه ممكن يرجعوا ايه يعني اي نقطه انه خلص بدهم يوقفوك. طلعت انا على الريحانيه. الريحانيه عليك اشاره على بنسلموك لفرع حبيش. فرع حبيش هو انه بيعذبوك هنيك في كتير، بيرجعوا بيعذبوك من اول جديد. قلت له الله يخليك اولادك، انا ضل لي 6 سنين ما شايف اولادي، بس حلا يعني اذا بدي اروح هنيك وانا ارهاب بدي يهونوني هنيك كتير. نعم. والله ضل المساء المساء رح حل لك اياها. المساء والله اتصل هيك قال لي حليت لك اياها، رحت الاشاره عليك. حولي على الامن العام. الامن العام اول نهارين عذبوني، بعد شي 4 ايام قال في عليك سنه لسه ما كفيتها وانا ارجع كرومي. هون قطعوا لي الامل، وبدك تتصل ما فيك تتصل من هنيك على الكولبات خبر اهلك انه انا بخير، ما في. والله بعد 5 ايام طلعت عنده قلت له الله يخليك اولادك والله انا خالص حكمي، وما بيطلعوا من رومي انه الا اللي خالص حكمه. والله راجع دق لقاضي التمييز قال له هذا خالص حكمه، لو ما خالص حكمه ما بيخلصوا. طلعنا ونحن جايين على المصنع. بالمصنع هون بدك تشوف انه ليكون احط لك اسم على المصنع السوري كمان الحمد لله برمونا على الجنائيه ومدري شو. الحمد لله طلعت انا وما صدق، يعني ما صدق انه انا بسوريا نهائيا، ما صدق. صايم انا، يعني ضليت صايم، صمت بعد رمضان هاي 6 ايام، ونهار اللي طلعت ضليت صايم. اتصلت على امي ما اقدر احكي معه، بس لانه انا بخير. انا صرت بسوريا في تاكسيات هنيك عم تأرجرن فينا. يعني انا اخذ مني $100 بس من المصنع شو اسمه كراج العباسيين. كراج العباسيين بس $100 والله. يا ستار. وكان واحد نادر من رحيبي انه ياخذني، راح من هنيك جابني يتصل فيه من وين محمد صار. انا اقول له مشان الله دوس بس بدي اشوف اهلي. يعني ما انا مصدق انه بدي اوصل عند اهلي، بس ما في حواجز على الطريق. اساله انا كون اللي ما عاد يحكوك شو بك ليه خايف؟ قال له ما في. المهم دق لامي فيديو، ما قدرت احكي معه. انا ابكي كثير. يعني
إيه والله لو وصلنا على ريحة الضيعة صار في أمل إنه أنا وصلت على الضيعة، حتى امنت انه حتى أمنت إنه إيه، وصرت أبرم يعني إنه الحمد لله ما علي شيء الحمد لله. وبتمنى إنه من الله إنه يفرج على كل أسير، كل أسير بالمعتقل آمين. لبناني، لأنه لبنان لا توصف المعتقل فيها والله. يعني هلا بيحكوا معي رفقاتي إنه تحمد الله إنه الله فرج عليك والله. يعني طلعت أنا مريض بلبس مشد لظهري وهيك، أقسم بالله نسيت مرضي. يعني 10 أيام هلا نسيان مرضي، بعاني يعني إنه شلون ما بنام الليل، شو باكل بوجعني معدتي، ما بقدر آكل أكل نهائيا أنا. لهلا لسه ما بشرب مي، أنا بتنضر معدتي كل شيء، لسه ما رحت على طبيبي لهلا. يعني أمي ما مصدقة لهلا إني طالع الهي ولا أولادي، والحمد لله. تركت ابني عمره 2 هلا عمره 6 سنين 7 سنين. الحمد لله الحمد لله على الخير. الحمد لله. الله يفرج على جميع المعتقلين. امين. بالنسبه لهلا الدفعه هاي 350 واحد تحولوا هلا على سوريا، في شيء دفعه كمان بعد منهم، في حكي بهالموضوع؟ هي المهله على اساس 3 شهور بس، هن عم ياخروا اللبنانيه مال سوريا. ايوه يعني سوريا عم تطالب فيهم بس اللبنانيه هي اللي عم تاخر. يعني ان شاء الله دفعات رح يطلعوا كلهم اخر شيء ان شاء الله، انه الجمعه الجاي هلا بيطلع بيصيروا 350 محكومين. كمالة الدفعه الاولى 300 يعني عليك، وبعدين ببلشوا اذا الله ييسر. بالنسبه للسجناء اللبنانيين اللي سجنوا نتيجه مشاركتهم بالثوره السوريه او موقفهم من الثوره السوريه، هن عم يعانوا اكثر شيء. في شيء مشانهم؟ في شيء حكي مشانهم؟ ما في امل نهائيا، بس هن عم يعانوا انه يا رب. يعني صاروا عم يطلع مظاهرات اهاليهم. نعم. انه يا سياده احمد الشرع، انه مثل ما اخذت اولاد اخذنا اولادنا هيك. نعم. يعني مناشدوه يعني مناشده، وان شاء الله انه خير. املنا بالسيد الرئيس احمد الشرع الحوالي. املنا بالله اول شيء ان شاء الله، وبعد سياده الرئيس ان شاء الله تعالى. نحن بنهايه هذه المقابله بنحب نقول لك اول شيء الحمد لله على السلامه، والحمد لله انك رجعت لاولادك ولعائلتك ولاهلك. وبتحب انت تحكي شيء قبل ما انت؟ بشكرك على المقابله، بشكرك كثير. نحن بنشكرك، واتمنى انه الله يفرج على كل المعتقلين. امين. ما بدي اكثر من هيك. امين يا رب. الحمد لله على السلامه. السلام عليكم ورحمه الله. مشكور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تركمان تي في، عدسة تروي وصوت يوثق.